السلام عليكم. فيديو النهاردة عن انهيار عقارات الاسكندرية. وكتير من المباني ممكن تنهار في اي وقت. طب ايه الحل؟ وبالتالي في سؤال بيطرح نفسه، لو السكن محتاج اصلاح مين هيتحمل هذا العبء؟ الدولة هتتحمله وتقسط على السكان؟ وفي حالة ان المنزل قايل للسكوت، طب الناس دي هتنام فين؟ في الشارع؟ فالموضوع يا جماعة كبير جدا ومحتاج لحل وفي اسرع وقت، والاف من الاسر حياتهم مهددة. واخرها شفنا عقار سيدي بشر المقام من 13 دور في شارع خليل حمادة، وبعدها منطقة حي الجمرك. فأتمنى يكون في حل في هذا الموضوع، ونصل لحل يحفظ سلامة وأرواح السكان. بس يا جماعة ده كان موضوع مهم عن انهيار العقارات في الإسكندرية، فأنا حبيت أعمل فيديو، ونتمنى الفيديو يوصل للسادة المسؤولين. متنسلاش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الكل علشان يوصلك كل جديد. وده كان موضوع مهم حبيت ألخصه معاكم في كلمتين. سلام وربنا يحفظ مصر وأهلها.